اهلا بيكم والسلام عليكم في فيديو جديد ليا. معاكم عمر عيسى، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. وحشتوني جدا 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 جدا، ولو اقدر ان انا اقول جدا دي طول الفيديو هفضل اقولها، بس انا مش عايزكم تزهقوا مني. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وصحه وعافيه. لازم اطلع اعمل تقديمه الفيديو بالميك اب ده، ماشي؟ بعيدا بقى عن الناس اللي بتتضايق ان انا بعمل ميك اب على وشي او الكلام ده، لكن ما ننكرش ان في فن وعظمه اتعملت في الفيديو ده. وعلى فكره لوك الاي شادو ده سهل جدا جدا جدا، يعني حتى لو بنت مبتدئه لو ركزت في تفاصيل الفيديو هتعرف تعمله بمنتهى السهوله. وعلى فكره كمان لوك الاي شادو ده مش هياخد منك اكتر من 10 دقائق. انا عملت العين دي في اقل من 5 دقائق، وهنا دي كانت في 10 دقائق عشان خاطر كنت بصور معاكم. فيديو النهارده كمان يا بنات انا مستخدم فيه ماتيريال جديده ما طلعتهاش على اليوتيوب قبل كده، ما شرحتهاش بالتفصيل قبل كده. الماتيريال سعرها حلو والكواليتي بتاعتها ممتازه زي ما انتم شايفين. انا بصور بقالي 3 ساعات، ولا دمجت ولا حطيت حاجات مثلا اوف كاميرا، لا كله كان معاكم. وزي ما انتم شايفين البشره عامله ازاي من غير نقطه فلتر او اديت. لو عجبك فيديو النهارده بستأذنك ان انت تضغطي على اللايك وتشتركي في قناتي بالضغط على زرار الاشتراك اللي موجود تحت، وتضغطي على الجرس اللي جنبه عشان يجيلك اي نوتيفيكيشن لو نزلت فيديو جديد. وما تنسيش كمان تنزلي تحت في صندوق الوصف في سهم صغير كده، دوسي عليه، هو ده صندوق الوصف. هتلاقي فيه كل الاماكن اللي تقدري تشتري منها الماتيريال اللي انا استخدمتها النهارده، بلس انك هتلاقي كمان كل السوشيال ميديا اكونتس بتوعي، عشان خاطر لو عايزه تتابعيني على انستجرام، كواي، تيك توك، فيسبوك، في اي مكان هتلاقيني عندك. بتمنى ان فيديو النهارده يفيدكم وينال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش كمان الكومنت الايجابي. ومن غير رغي كتير يلا بينا على توتوريال النهارده. اول خطوه هعملها وهو اني هبتدي ان انا احضر البشره للميك اب بان انا استخدم الايس رولر دي بتكونوا حاطينها في الفريزر قبلها بوقت، وتبداوا ان انتوا تعملوا مساج للبشره بيها كده. لو انتوا ما عندكوش الايس رولر تقدروا تستخدموا اي تلج عادي لو انتوا بتعملوا في البيت. ولو انت ميك اب ارتست الافضل ان انت تكوني جايبه دي وتكوني حطاها في الفريزر قبل ما تتحركي للبرايدل، بتكون حلوه جدا جدا وبتحضر البشره كده قبل السكين كير روتين. تاني خطوه هستخدمها يا بنات وهو سيرم هيالورونيك اسيد، ده من براند اسمه الكزيفا او الكزافيا، مش عارف بتنطقوها ازاي. هبتدي ان انا اخد دروبس كده منه على البشره وابتدي ان انا اعمل له بلند. ممكن كمان ترطبوا بمنطقه تحت العين، بيكون كويس جدا جدا. هنا يا بنات استخدمت فاونديشن شوبوريل شيد نمبر 03. هو الشيد ده افتح عليا درجه، بس حتى لو حسيت ان هو فتح عليا بزياده بعد كده هعرف عادي ان انا اصلحه بالكونتور. هبتدي ان انا ادمجه في فرشه مانج اسمها فاونديشن بروش. دي يا بنات الفرشه اللي انا رطبت بيها برضو عشان خاطر تكون الفرشه مترطبه شويه وفيها بواقي من الترطيب اللي موجود، ده بيساعد على سهوله دمج الفاونديشن على البشره وتوزيعه بصوره اسهل واسرع. وانا حبيت هنا استخدم لكم الفاونديشن من غير اي برايمر ولا اي كوريكتور ولا اي حاجه، عشان خاطر بس تشوفوا الكفرج بتاعته على البشره عامله ازاي والافكت بتاعه من غير اي عوامل مساعده. بعد كده يا بنات هستخدم الكونسيلر ده من براند اسمه فيزارت، الشيد بتاعه اسمه دوني في الاماكن دي. وحاولوا ان انتوا لو الانف عندكم طويله ورفيعه كده ما تنزلوش بالهايلايت لحد اخر الانف عشان خاطر ما تزودوش الطول بتاعها. هو احلى حاجه في الدرجه دي ان هي على اورنج شويه، فحتى لو حبيت ان انا اعمل بيها هايلايت او افتح بيها شويه
برضو هي فيها سنة كوريكتور، فمش هتقلب معايا رمادي او هتغير معايا مع الوقت، فاهمين النقطة؟ وهستخدم الريل تكنيك سبونج عشان خاطر ادمج بيها على طول البشرة قبل ما الكونسيلر ينشف. بعد كده يا بنات هستخدم الباليت دي من شوبريل. الباليت دي زي ما انتم شايفينها من جوه كده يا بنات، فيها كل درجات الكونتور الكريمي اللي تقدروا تستخدموها من اول البشرات الفاتحه لحد البشرات الغامقه خالص. فيها كمان درجتين كوريكتور اللي هي الدرجه الخضراء والدرجه الاورنج. فيها كمان الوان هايلايت لحد الابيض زي ما انتم شايفين، حلوه جدا جدا. الباليت دي سو كريمي سو بلندبل، انا بصراحه بحبها جدا جدا في الشغل ودايما بستخدمها في شغلي. تقدروا كمان تجيبوها، السعر بتاعها افوردبل جدا. وهبتدي ان انا احدد الجبهه معايا. بعد كده هاخد درجة البلاش دي، هي الدرجة دي كوريكتور وتقدروا كمان تستخدموها از بلاش، وهبتدي ان انا احطها فوق الكونتور بالظبط اللي انا عملته. بعد ما رسمت الوش بالطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، في تكنيك كونتور جديد ببتكره كده، حاسس ان هو هيطلع ابداع فظيع. هبتدي ان انا استخدم اي فيكسر، تقدروا تستخدموا اي فيكسر عندكم. انا هستخدم بتاع الجريل ده، وهبتدي ان انا ارش رشتين بالظبط على البشره. يلا بينا نعمل بلند لكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هستخدم الباليت دي من الإيجر، باليت البلوش والبرونزر، رقمها 422.
هي بتيجي كده من جوه يا بنات درجة البرونزر، وفيها 3 درجات بلوش. هاخد الاول درجة البرونزر دي وهبتدي ان انا اثبت الكونتور الكريمي اللي انا عملته. اهم حاجة خدوا كمية بسيطة من المنتج في البداية، ولازم تستخدموا تكنيك التابينج موشن قبل ما تعملوا اي سيركل موشن على البشرة. هاخد بقى الدرجة اللي هي البينك اللي هنا دي، وهبتدي ان انا امشي على مكان الهايلايتر كده عشان خاطر ابرز درجة البلوش، ومنها لو الهايلايتر تقيل اخففه شوية. الدرجة دي اكتر درجة انا بحبها من باليت الإجرين، فظيعة الدرجة دي، حلوة قوي. البينك بتاعها هادي، وبحس ان الباليت دي على فكرة تليق على كل درجات والوان البشرة. بعد كده هاخد باودر شارلوت اللي هي الكومباكت درجة فير او 1، وهبتدي ان انا في فرشة نظيفة كده اشيل كل الزيادات من اللوز باودر اللي انا حطيتها تحت العين.
وبكده يكون خلص فيديو النهارده. بتمنى يكون فيديو خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه اي حاجه. لو عجبكم اوعوا تنسوا اللايك والكومنت الايجابي، وتكتبوا لي تحت عايزين نجرب منتجات ايه جديده او اعمل لوكات ميك اب ايه تعليميه ليكم. كان معاكم عمر عيسى ميك اب ارتست وفيديو بلوجر، وتركتكم في رعايه وامان الله. مع السلامه، باي باي.